هي تكون عايزة تأذي واحد، تقوم جاية قايلة له طب تعالَ أدّيك وهوب ال5 جنيه. تقوم اعملي جاية مكافأة. مطلّعاه مورّية له ال5 جنيه ومطلّعة له 10 جنيه تقول له خُد دي خمستين أهُم. يروح هو عشان ياخد أول 5 تقوم جاية قايلة له باضحك عليك. هي فين؟ حصلت معاك والّا إيه؟ لأ ما حصلتش معايا. أصل بيتكلم بحُرقة أوي، طلّعت له ال10 جنيه وجاي ياخد 5 بس. يا نهار ابيض، ما انت كاتبه في البايو بتاعك فيمينست. أيوه أنا feminist يا اسطى بعد كل اللي اتكلمناه امبارح ومش هابقى feminist. هو انا ما كنتش موجود امبارح. sorry. طب ممكن تشرحي لنا يعني ايه فيمينست؟ بُص هاقول لك، الأفكار الرئيسية هي المساواة بين الرجل والمرأة في الحاجات اللي فيها عدل. المساواه بين الرجل والمراه في الحاجات اللي فيها عدل. انا حاسس ان الجمله فيها حاجه غلط بس انا مش عارف اطلعها. انت مجنون. لمّا تيجي لحد عايش في مجتمع شايف إن هو ليه وصاية على الست مهمًا كان إيه هو، أخوها، أبوها، جوزها، مش عارف إيه، شايف إن هو الآمر والناهي، لمّا تيجوا تقول له إن الست دي بني آدم زيها زيك مش هيقتنع. اسمعوني يا ناس. هو اللي انا اعرفه ان البنت بتبقى مسؤوله من ابوها، ولو ابوها مش موجود بيبقى اخوها لحد ما تتجوز وتبقى مسؤوله من جوزها. يعني الحد الوحيد اللي ليه وصاية عليّا هو أبويا، لحد ما أنا أبلغ أي حد غير كده لأ، حتى لو كان أخويا، حتى لو كان عمي. وذلك يعني أنها لاصت ورب الكعبة وما كنت أظن أنها ستلاص هكذا. طيب نعتبر لا قدر الله ان والدك توفى، ربنا يديه طول العمر ويكرمه يا رب. ربنا يكرمه يا رب يا رب. لو حد حب انه يخطبك هيكلم مين؟ هاقول لماما عايزة أتجوز بنتي. مش محتاجة حاجة يعني. هو اللي انا اعرفه ان يبقى اسمها قعده رجاله، هنقعد مع بعض ونتفق. امك هتقعد في قعده الرجاله؟ جاوب ابني جاوب. ممكن يبقى عمامي موجودين أو خلاني، أيهما أقرب يعني. انت مش لسه قايله يا بنتي ان مفيش راجل في الدنيا واصي عليكي؟ هيجي يقعد بقى بصفته ايه؟ الحد الوحيد اللي ليه وصاية عليّا هو أبويا، لحد ما أنا أبلغ أي حد غير كده لأ، حتى لو كان أخويا، حتى لو كان عمي. A few minutes later. إيه هي الوصاية أصلًا؟ ايه ده، هو انت بتسالينا ولا هتكملي؟ ده سؤال، لا ده سؤال. هو بصراحة أنا مش فيمينست عشان أكون عارف زيك، بس اللي الناس بتقول عليه إنك تكون واصل على شخص إنك تنصحه، خلي بالك منه، تقول له ده صح ده غلط، إلا لو حضرتك عندك رأي تاني. أنا من وجهة نظري مش عارفة هي صح ولا غلط، بس وجهة نظري اللي أنا باعتبرها إن الوصاية هي نوع من أنواع الإرشاد، إنك بترشد الشخص للصح والغلط. لو أنت شايف الشخص ده رايح للغلط بإيده تغصبه، في الحالة دي إحنا لأ مش هتروح. طب أنت ما اقتنعتش، إن شاء الله ما عنك اقتنع. طب حلو جدا، بس عادي نغير حاجة بسيطة، يعني مثلا بدل ما أبوكي هو اللي بيقول لك نخليه أخوك، هو شافك إنك بتعملي حاجة غلط فقرر إنه ينصح، فأنت ما سمعتيش الكلام، فهو قعد معاكي وفهمك وقال لك يا أماندا اللي أنت بتعمليه ده غلط، أنت برضه مش مقتنع، فمنعك غصب عنك وقال لك إن شاء الله ما عنك اقتنعت. إيه رأيك في الموضوع ده؟ لأ ما هو ليه؟ هو إيه اللي ليه يا بنت، أنت هتجننيني، ما هي نفسها. طب لما تحتاجوا طلبات للبيت فمين اللي هينزل يجيب الحاجة، أنت ولا أخوكي؟ اللي فاضي يعني. يعني أنتِ ما عندكيش مشكلة هو يكون قاعد بيلعب game فأنتِ تنزلي. ماشي، بس على حسب هل أنا كل مرة أنا اللي هانزل. يعني المشكلة في إنك هتنزلي كل مرة ولا لا؟ ابغى حاجة اجلدك بها بس ما ادري ايه. طب استني عندي سؤال، احنا مثلا الساعة 1 بالليل ومحتاجين حد ينزل يشتري حاجة من السوبر ماركت، مين اللي هينزل بقى، انت ولا اخوكي؟ هو اللي هينزل تحسها بتقولها اللي هو ايه، مضطرين بقى ننزل. طب ممكن افهم من حضرتك ليه مش تنزلي انت؟ عشان ممكن ممكن مثلاً. حد يغتصبني هو لأ إن شاء الله يعني. لا إيه المصطلح الصريح ده؟ فين حقوق يعني الراجل؟ فين هو الراجل بالدنيا يعني هم الشواذ في مصر مش كتير قوي فما اظنش ان هو يحصل فيه كده يعني. كان في فيديوهات شفتها فتره اتشهرت فتره، كانت الناس عامه رجاله وستات اللي هم الفيمينست بيشرحوا ايه هو التحرش بكل اشكاله، فشرحوها بالفلوس، ابتدوا بقى يدوا الامثله بالفلوس. لو انا اديتك ال5 جنيه النهارده ده مش معناه ان انا هديك 5 جنيه بكره، ولو انا كنت قلت لك هديك 5 جنيه بس لما جينا في الموقف انا ما عوزتش اديك، ما ينفعش تاخدها من ايدي عافيه. لو انا بديك 5 جنيه وانت ماسكها بايدك التانية بس مره واحده حسيت انه لا انا مش عايزه اديها لك خلاص وسحبتها، انت مش من حقك تيجي تاخدها. يلا قول. لو انت قعدت تضحك عليا وعشان تقنعني ان انا اديك 5 جنيه انت برضو اخدتها مني غصب. عمال تتسولف يا علم. كل الحالات دي لو انت خدت ال5 جنيه بعد ما انا قلت لا في اي وقت في اي مكان باي شكل انت كده اغتصبت. هو ايه ده، انا ملاحظ ان انت حاطط اللوم كله على الراجل. يعني مثلا لو جيت قلت لك يا اماندا ايه رايك تديني 5 جنيه فانت اقتنعت، يبقى انا كده ابن كلب يعني ولا ايه؟ مش انت اللي اقتنعتي؟ وبعدين ايه، كنت هديك بس قررت ان انا مش هديك. احنا جايين نهزر. هو انا في حاجه بس عايز اقولها، احنا دايما عمالين نقول ان جدع. الراجل خلي بالك ان في حاجه خبيثه بتحصل من الستات، جدع. وهي ان هم بيلعبوا بمشاعر الرجال، زي ما في رجاله وحشه في ستات وحشه. بمعنى هي تكون عايزه تاذي واحد تقوم جايه قايله له طب تعالى أدّيك وهوب ال5 جنيه. تقوم اعملي جايه مطلعاه موريها له ال5 جنيه ومطلعه له 10 جنيه تقول له خد دي خمستين أهُم. يروح هو عشان ياخد اول 5 تقوم جايه قايله له باضحك عليك. هي حصلت معاك ولا ايه؟ لأ ما حصلتش معايا.
اصل بيتكلم بحرقة قوي، طلعت له ال10 جنيه وجاي ياخد 5 بس.